كي جاتك الطوموبيل؟ زوينه الله يسهل. امين. السلام عليكم، كيف دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. فيديو جديد. قبل ما ننسى، مبروك رمضان، مبروك عليكم هذا الشهر يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه وبطولة العمر. ورمضان راه عزيز عليا بزاف بزاف وعزيز على بزاف الناس، ماشي انا. يعني شهر كبير عند الله، والشهر ديال المغفره وديال بزاف الحوايج وديال العباده بيان سور. يعني راه شهر كبير عند الله وما كاينش اللي ما كيعجبوش رمضان. ايوا الحمد لله. وانا بهاد المناسبه شهر ديال رمضان، راكم عارفين اول عام ليا يعني عندي المحل ديالي، قررت انني نسدو في شهر رمضان. راكم عارفين رمضان ما كتكونش فيه يعني مناسبات بحال باقي الايام الاخرى، ولكن كيكونوا الولادات في الكلينيك. ولكن انا قررت صافي ما بقيتش شديت لي كوموند ديال ديال شهر 3 وشهر 4 في الاول ديالو، تقريبا شهر ديال رمضان كامل. اي كليونت كتقول لي يعني في رمضان كنقول لها راه حنايا سادين، وحتى الناس اللي خدامين معايا حتى هما علمتهم بهذا الشيء. قلت لهم شهر رمضان غنديروا بوز، يعني طيله العام وحنايا خدامين، ضروري ما خاصني ناخذ واحد الشهر اللي يكون كونجي، يعني نسد فيه المحل ونقابل فيه داري ونجلس نرتاح شويه. ضروري ما الانسان ياخذ بوز. وفكرت ان كل عام نولي ناخذ بوز في شهر رمضان. راكم عارفين انا عزيز عليا الشهيوات وعزيز عليا نبدع في الكوزينه في رمضان، داكشي علاش. وضروري نصالح حتى هي، يعني التراويح واخا انا ما كنمشيش ليهم ما نكذبش عليكم. راه يلا دابا فطرنا صليت وقلت اجي ندوي مع الناس الزوينين ديالي. كنهضر عليكم بزاف بزاف، ولكن راه كنجيب لكم فيديوهات اللي كتكون شي حاجه جديده عليا، شي حاجه مغايره. راكم عارفين راه ماشي ساهل ان الواحد يدير بروجي، والله ما سهله. يعني لما تقاتلتيش راه ما كديرش بلاصتك في اي دومين في اي حاجه. ومسؤوليه ديال بروجي كبيره، ماشي بحال انا جربت الخدمه يعني سالاري، كنت سالاري يعني عادي، كل شهر نشد الصالير ديالي عادي. ولكن صعيب تكون نتايا مسؤول على البروجي ديالك، انت تخلص ناس وحدين اخرين خدامين معاك، انت اللي تجيري كلشي تجيري لي كونط اللي عندك ديال فيسبوك الانستغرام. يعني تهضر مع الناس، تواصل مع الناس، تمشي عند الناس. ما سهلاش البنات، والله ما سهله. داكشي علاش قررت شهر ديال رمضان نخليه نرتاح فيه، نقابل فيه داري، نقابل فيه صلاتي. وبهذه المناسبه دائما كنقول لكم عندي لكم واحد المفاجاه. واليوم جا الوقت باش نقول لكم شنو هي المفاجاه. هي صراحه كانوا جوج ديال الحوايج، وماشي كنت كنقول لكم مفاجاه غير هكاك، لا، راه كنت كنصاوب الوراق ديال انني درت لاكارت ديال اونتربرونور. هي الناس اللي ما عارفينش، درت بطاقه المقاول الذاتي، يعني وليت مقاوله قانونيا باش الناس اللي خدامين معايا واللي غيخدموا معايا من هنا لقدام ولا الله اعلم، انني ندير لهم وريقاتهم ويكونوا يعني بالوريقات وداكشي قانوني. حيت الشيء اللي كاين هذاك الشيء علاش كنت كنقول لكم قريب قريب قريب. راه خداو ليا الوقت بزاف بزاف، الوراق 3 شهور وانا طلع هبط جيب هاد الورقه جيب هاد الورقه، حيت ماشي اي واحد كتكون عنده لاكارت ديال اونتربرونور الا اللي عنده مقاوله ديالو، يعني عنده البروجي ديالو. هو اللي كيقدر ياخذ البطاقه، وما كيعطيوهاش لاي واحد. خاصهم يعرفوا البروجي ديالك، شحال كتدخل، شحال كتخرج، الضريبه ديال كل شيء. هذاك الشيء علاش البنات كنت كنقول لكم غير تسناو، راه غادي نوريكم كل شيء. بلاتي نوريكم البطاقه ديال المقاول الذاتي، انا وليت مقاوله البنات. مهم انا في هاد لا فيديو غنشرح لكم كلشي لي ديتاي ديال كلشي. ها هي هذه التصويره ديالي، ما نقربش الكاميرا حيت فيها لي زانفورماسيون ديالي. راكم عارفين السميه، الكنيه، رقم البطاقه ديال هذه الانتربرونور، رقم البطاقه الوطنيه ديالي، فين كنسكن وكل شيء. مهم
انا ندير لكم غير من اللور ديالها شنو مكتوب فيها، ما كيبانش في الكاميرا. المهم هذه هي البطاقه اللي كنت كنتسنى فيها البنات، وطلعت وهبطت عليها وبزاف د الحوايج وتسخسخت. وعلى قبل هذه البطاقه انني انيوليت ما نمشيش للبرنامج ديال احسن باتيسيي، وكنت ديجا قلتها لكم يعني ما نقدرش انني بديت بروجي ديالي وغادا فيه وغادا مزيان وباغا نطور من راسي وندير بزاف د الحوايج وندير ورقيه قانونيه نولي انني انتربرونور مقاوله، ويعني ما نخليش المستقبل ديالي وغنمشي للبرنامج اللي نقدر ننجح فيه نقدر ما ننجحش، يعني الله اعلم. هذيك غير موهبه عندي صافي، يعني هذيك يبقى مستقبلي وطحت ونط على هذا البروجي وبزاف د الحوايج وما ساهلش انني نسد المحل ونمشي. نقدر نبقى عندهم 3 شهور 4 شهور الله اعلم يعني، ونخلي بنتي ونخلي راجلي ووالديا ونخلي البروجي ديالي. هذاك الشيء علاش انيليت ما مشيتش، واخا تقبلت يعني ما مشيتش. والحمد لله ربي ما سد باب حتى كيحل بزاف البيبان. ويعني اي حاجه ربي يعني لا حيد لك شي حاجه راه كيعطيك ما احسن منها. الحمد لله والخير كيجي في دقه الحمد لله. والله العظيم ما كانش كيسحب ليا انني غادي نقدر يعني نشري طوموبيل في هذا العام، يعني الله حليت المحال وبزاف الحوايج والحمد لله ربي سهل عليا والله يسهل عليكم جميعا. يعني بنادم غير يصبر الصبر 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 هو كل شيء. وكما كنقول لكم نوضوا اللي باغا توصل شي حاجه ضروري مخصها تشبت بهذا الحلم ديالها باش توصل ليها اي حاجه كيف ما كانت. وقبل من هادشي كامل خاص الواحد يكون مزيان مع سيدي ربي مع الناس باش ربي يسهل عليه. راه ما يمكنش اي واحد شفتوه ربي مسهل عليه يعني اكيد انه مزيان وانه قلبه ابيض، حيت راه ما يمكنش الواحد يكون خايب وربي يسهل عليه. هذه راه ما يمكنش يكون هذا الانسان راه كيدير الخير كيصدق كيكون كيعرف بينه وبين الله عنده ضمير ما كيديرش بزاف الحوايج محرمات كيبغي الخير ليه الناس اكيد غادي ربي يسهل عليه وغادي ينجح في حياته. والحمد لله الحمد لله انا دوزت بزاف الاكسبيريونس اللي صعابين دازوا ليا في حياتي ما نكذبش عليكم، واخا انا في السن صغيره ولكن يعني دوزت الاكسبيريونس صعيبه شويه واحد الفتره. وكنت دائما كندعي سيدي ربي ليل ونهار يا ربي نحقق داكشي اللي كنتمنى وربي ما خيبنيش وربي الحمد لله عارفني كيفاش دايره من الداخل، يعني ما كناديش الناس وكل حاجه كي كنعرفها اي حاجه نقولها لكاع الناس. وربي الحمد لله معاوني ورضات والديا دائما مرضيه معاهم الحمد لله، وحتى راجلي اكيد. والحمد لله هادشي اللي كيبغي الانسان انه يكون ناجح في حياته. والله يسهل على الجميع اي واحد الله يسهل عليه. كنتمنى الخير لاي واحد واخا الناس اللي ما كيبغيوش لي الخير كنتمنى لهم الخير باش ربي دائما يبقى مسهل عليا ما هادشي اللي كاين. وانا بغيت ندير لكم هذه المقدمه ديال لا فيديو حيت راني دايره لكم لقطات منين مشيت نتكاتب مع السيد اللي خديتها من عنده طوموبيل وكل شيء لقطات غير قلالين ماشي بزاف. وهذا الشيء اللي كاين مشيت انا وخويا وبابا هما اللي مشيو معايا. راكم عارفين ما نقدرش انايا نمشي راسي وراجلي كان خدام يعني قال لي بحال باباك وخوك بحال كاين انا. راكم عارفين الخدمه راه ما يقدرش يخلي خدمته ويمشي معايا وهذا الشيء، ولكن انا اي حاجه ما كنخزناش على راجلي. راكم عارفين كلشي كيكون سايق لي الخبار. وهذه النقطه اللي كنقولها لكم دائما البنات خاصكم تكونوا الا بغيتوا زواجكم يكون ناجح خاص تكون الثقه اولا وما يكونش الكذوب والصراحه. يعني كل شيء تعاود اي حاجه يعني خاصك تعاوديها لراجلك
وباش ربي يسهل عليك ونيتك تكون غالبه على اي حاجه. هذا الشيء اللي كاين البنات، والحمد لله راه من دابا راه شهر وزياده وحنا كنقلبوا. الصراحه انا كنقلب لي زانونس ديال الناس اللي حاطين الطوموبيلات ديالهم للبيع، حيت ما خديتها جديده. راكم عارفين ما يمكنش كنتعلم انا يلا غنتعلم السوقان وغناخذها دوبل في، ما يمكنش. ان شاء الله المره الثانيه نخرجها من لا ميزون، علاش لا. المهم الاولى تكون يعني ماشي جديده. هادشي اللي كاين البنات. المهم انا عاودت لكم لي ديتاي ديال كل شيء، ونقدر حتى في هاد لا فيديو نقدر نشارك معكم واحد الكادو اللي درتو لماما بمناسبه رمضان. بدلت ليها الصالون وفرحات بزاف بزاف. كما كنقول لكم البنات، خاصكم دائما تكونوا مرضيين مع والديكم ومع رجالاتكم باش ربي يسهل عليكم. وانا والديا عندهم فضل كبير عليا بزاف بزاف. واخا شنو ندير ليهم، واخا شنو نقول ليهم، ما غاداش نقدر نوفي لهداك الشيء اللي داروا معايا، حيت بزاف بزاف. وبخصوص ماما، شحال مني بغيت ندير المحل، يعني شحال طلعات ونزلت معايا، ما نكذبش عليكم. وكنت كنكون معصبه وكتصبرني وبزاف د الحوايج. كنت موعده من داك العام كنقول انا اللي غادي نبدل لك الصالون، انا اللي غنبدل لك الصالون. كنت قلتها لكم في واحد لا فيديو، قلت لكم ماما غتبدل الصالون، ولكن ما كتبش. ويعني فلوس ديال الصالون اللي كانت غدير مسكينه كانت كملات لي الفلوس ديال البروجي. قالت لي انت يعني راه قبل من الصالون خاصك تكملي البروجي ديالك. داكشي علاش انا هاد العام الحمد لله ربي سهل عليا وسهل عليا في خدمتي وبزاف الحوايج. قررت ندير ليها الصالون مناسبه رمضان. راكم عارفين كاع العيالات كيبغيو يبدلوا الصالون في رمضان، يعني لا بليبار ديال العيالات هذه امنيتهم في اي رمضان اي عيد كبير دائما. ودرت ليها صالون اللي اخر ما كاين وعجبها بزاف بزاف بزاف. بقات كداعه معايا وفرحت بزاف بزاف. وما قلتش ليها يعني اشنو كاين، خديت كل شيء، تفاهمت مع المعلميه وكل شيء حتى جاها كل شيء حتى للدار. والحمد لله ربي كان معايا باش نقدر نفرحها. وهذا الشيء راه درتو ليها نهار عيد الام. جبت لها الصالون نهار عيد الام البنات. راكم عارفين عيد الام كان قبل رمضان بنهار، وفرحت بزاف. وانا كنتمنى دائما نشوف والدي فرحانين بيا، وراجلي حتى هو يكون فرحان بيا، ونكون عند حسن الظن ديالهم. هذيك هي الدنيا وما فيها عندي، ما نكذبش عليكم. عائلتي هي حياتي كامله. والديا، راجلي، بنتي، خوتي، هاد الناس يعني راه دائما كنقولها لكم، هاد الناس عندهم بلاصه كبيره عندي، كبيره بزاف بزاف. والحمد لله يعني واخا دابا نقول لكم ما تعرفوش داكشي اللي كنحس به لداخل. الحمد لله كاع داكشي اللي كنت كنبغي نوصل ليه كنشوفو دابا كنوصل ليه دقه دقه. الحمد لله ربي كبير، ربي كبير البنات. يعني راه قلت لكم الا دازت عندكم واحد الازمه في حياتكم ودعيتوا الله وكنتوا بصح نتوما مزيانين، ويعني هذيك ربي كيسهل عليكم، ربي كيسهل عليكم من بعد. يعني راه ربي ما كيبتالي العبد ديالو حتى عارف انه غيدير ليه خير من بعد. ايوا الحمد لله من ربي سهل عليا وحل ليا بيبان الخير. الحمد لله. مهم الا قدرت نكمل لكم في هاد لا فيديو نوريكم الصالون ديال ماما. باقي كاع ما صورتوش نهائيا، ما درت لي لا فيديو لا والو. مهم باش بغيتش ندير لكم يعني فيديو ديال منين شريت الطوموبيل والصالون، يعني غادي نخلط عليكم كل شيء. ولكن ماشي مشكل، انا كنطلع لكم غير مره يعني هاد لا فيديو غادي نجمع فيها واقيلا كل شيء. المهم حنا عند الله، ما عرفتش. المهم راه عندي فيديو واخا ما درتش لا فيديو للصالون، ولكن عندي فيديو ديال فاش خديت الطوموبيل. كنا فطرنا مع دارنا
يعني عرضت علينا ماما الفطور، وكانت جداتي الله يخليها لينا، الله يطول عمرها، هي اللي بقات عندنا. جدي توفى ليا، كان عزيز عليا بزاف بزاف، وكانت الموت ديالو صدمه بالنسبه ليا. مات من ورا العرس ديالي، وبقات عندنا جداتي الله يخليها ليا، وعندها بلاصه كبيره عندي حتى هي، وانا عزيزه عليها. انا الحفيده، اول حفيده عنده، واعز وحده عنده في الحفايد هي انا. الحمد لله انا مفتخره بهذه القضيه، حتى هي عزيزه عليا بزاف بزاف. ولكن عندي جداتي وحده اخرى، يعني موت ماما، حتى هي عزيزه عليا. راكم عارفين الجداوات راه بحال الوالدين. وهذا الشيء اللي كاين. مهم بلا ما نطول عليكم البنات، خليكم على فيديو. المهم انا ندير لكم لقطات شويه شويه من الحاجه، وقبلوا عليا. وهذا الشيء اللي كاين، ورمضان مبارك سعيد. مهم الا قديت ندير لكم لي فيديو ديال الشهيوات راه غنديرهم، ما قديتش مهم راه مره غنبقى نطلع عليكم. كما قلت لكم هذا الشهر راني خديتو كونجي باش نرتاح، باش يعني ناخذ بوز مع راجلي مع بنتي مع دارنا، باش يلا نرتاحوا شويه في رمضان. وهذا الشيء اللي كاين. ومهم انا غادي نشارك معكم كل شيء. ملي غنتعلم السياقه راه ما كنعرفش نسوق، ما نكذبش عليكم، باقا ما تعلمتش السوقان يعني مزيان. واخا راه عندي البيرمي 5 سنين دابا تبارك الله، ولكن راه باقا ما عنديش الشجاعه نسوق يعني في الشانطي حدا الطوموبيلات. ايوا راه دابا راه بدا كيعلمني خويا بابا راجلي. ومن هنا لقدام راه غتشوفوني بزاف، يعني ملي غنتعلم السوقان راه غتشوفوني دائما، يعني غنقدر ندوي معكم دائما في الطوموبيل، غنكون خارجه. وهذا الشيء اللي كان. المهم غنوريكم كل شيء، كيفاش تعلمت السياقه، كيفاش اي حاجه غنوريها لكم. وهذا الشيء اللي كاين. ونخليكم